الحديث، حيث تتشابك التحديات السياسية والمجتمعية والدينية في ظل صراع معقد وتدخلات دولية تسعى من خلالها الأطراف لتحقيق مصالحها، مما يؤثر على النسيج الوطني والإنساني لسوريا. ومع انكشاف ملامح سقوط المنظومة الاستبدادية التي حكمت البلاد لعقود، تولدت آمال شعبية عريضة ببناء دولة جديدة تقوم على قيم الحرية والكرامة والعدالة. إلا أن هذه الآمال اصطدمت سريعا بواقع سياسي واجتماعي معقد اتسم بإقصاء قرى وفئات وطنية أصيلة وإعادة إنتاج أنماط حكم أحادية الجانب فقد تمثلت بالمعنى الوطني ولم تحظى بقبول شرائح واسعة من المجتمع السوري، بما في ذلك المكونات القومية والدينية التي شكلت عبر التاريخ جزءا لا يتجزأ من فيفساء سوريا، أو الإسلام الديمقراطي أو إسلام المدينة، فإن الأسماء تلقي في جوهرها إن كانت الغاية منها واحدة: استعادة الدين كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، دينا للعدالة والحرية والرحمة والكرامة لإحياء إنسانية الإنسان. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قل هذا سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. صدق الله العظيم. لنبحث عن العقبة في أنفسنا. العاقل الحقيقي لا يكمن في الخارج بل في داخلنا، فنحن من يمنع أنفسنا عن الرؤية الشاملة للإسلام من حيث المقاصد والغايات، ومن ثم تنعكس تلك الرؤية على الإسلام الديمقراطي من خلال خطاب ديني متحرر من إرث القهر والسلطوية. نحن من لم نفعل على منابرنا ومساجدنا ومدارسنا لتكون أدوات توعية وتحرر ونوافذ تنبثق منها الأخلاق الإنسانية وأبوابا يدخل منها نور المعرفة، بل غالبا ما كرست خطاب الطاعة للظالمين باسم الدين. لقد ساد في أذهاننا نموذج مشوه للإسلام هو الإسلام السلطوي الذي سيطر على الثقافة والحياة الاجتماعية وسائر مناحي الحياة عميقة في تاريخ الإسلام والمسلمين، حيث يتعامل المسلمون مع آل البيت بوصفهم رموزا دينية تحظى بمكانة ومقاما رفيعا في الإسلام، باعتبارهم أقرب المقربين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد تباينت الآراء حول مفهوم آل البيت في مختلف المذاهب الإسلامية، ما يخلق العديد من التساؤلات حول التعريف الدقيق لهذا المصطلح ومكانة هؤلاء الأفراد في التاريخ الإسلامي. إن رابطة آل البيت السادة الأشراف هم أهل القرآن الكريم والسنة النبوية، وهم عترة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. ومن واجبات رابطة آل البيت السادة الأشراف هي حماية للقيم الإسلامية في المجتمع ونشر العلم وتفسير الشريعة والتوحيد للأخلاق المحمدية والإرشاد الروحي والوسطية المعتدلة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أيضا: إن أقربكم منزلة عندي يوم القيامة أحسنكم خلقا. الحكومة الانتقالية يعني اليوم احنا كمسلمين بالنسبة لنا كنا متابعين وضع سوريا وخاصة الأحداث الأخيرة اللي عم يطبقوا الإسلام وليسوا الإسلام. يعني اليوم نحن ضمن الإدارة الذاتية طبقنا الإسلام بقوة الشعوب. اليوم ما بنفرق بين لا عربي ولا ترزي ولا كلنا مسيحي، كلنا مع بعض. يعني اليوم بالإدارة الذاتية احنا نطبق الدين الإسلامي، بس الحكومة الانتقالية عم تحارب الشعب كافة الأطياف، كافة المذاهب، نحن متساويين في هذه الحياة، كلنا شعب واحد، نحن كإنسان نعيش على هذه الأرض، إن الله خلقنا كإنسان. يعني هل الحكومة الانتقالية لليوم عم تقوم بهذه الانتهاكات بحق الدروز، بحق العلويين، عم يقولوا راح يجي الدور على الأكراد كمان. يعني نحن الشعب الكردي عانينا الكثير، عانينا منذ آلاف السنين، منذ آلاف السنين من الويلات والانتقامات بحقنا. سواء كانوا نساء علويات، سواء كانوا نساء درزيات، سواء كانوا نساء موجودات الآن ضمن المحافظات السورية. من واجبنا نحن كنساء ضمن سواء كان الإسلام الديمقراطي أو في كل المجتمع